لو دماغك مش ساكت، لو الأفكار مش راضية تروح، ده مش ضعف، ده عقلك بيصرخ محتاج يسمع. لو دماغك بتفكر زيادة، اسمعني كويس. مشكلتك مش إنك بتفكر، مشكلتك إنك بتفكر لوحدك ومن غير ترتيب. العقل زي أوضة كبيرة، كل فكرة بترميها فيها بتفضل موجودة، ولو فضلت ترمي أفكار من غير ما ترتبها، الأوضة هتتزحم، وفجأة هتلاقي نفسك واقف في نص الزحمة دي، مش عارف تمشي لقدام ومش عارف ترجع لورا. التفكير الزايد بيبدأ دايما بحاجات صغيرة، كلمة حد قالها، موقف حصل، وعادة خوف من حاجة لسه ما حصلتش. لكن العقل عنده عادة غريبة، بيكبر الحاجات الصغيرة لحد ما تبقى جبل، وفجأة تلاقي نفسك بتراجع نفس الموقف 20 مرة، بتحلل نفس الكلمة 1000 مرة، وبتتخيل سيناريوهات عمرها ما هتحصل. وكل ده بيحصل وانت قاعد ساكت. لكن خليني اقولك سر مهم جدا، العقل اللي بيفكر كتير مش عقل ضعيف، العقل اللي بيفكر كتير غالبا عقل حساس وواعي. لكن المشكلة ان العقل ده لو ما تعلمش يهدى، هيتحول من نعمة لضغط. خلينا نكون صريحين لحظة، كم مرة دماغك صحيتك بالليل علشان فكرة؟ كم مرة قعدت تحلل موقف خلص من ساعات؟ كم مرة تخيلت أسوأ احتمال مع إنه لسه ما حصلش؟ ده اسمه دوامة التفكير، والدوامة دي ليها قاعدة بسيطة، كل ما تديها وقت هتسحبك أكتر. لكن الخبر الحلو إنك تقدر توقفها، مش بالقوة لكن بالفهم. أول حاجة لازم تعرفها، مش كل فكرة في دماغك تستاهل اهتمامك. العقل ساعات بيرمي أفكار زي السحاب، تعدي وتمشي، لكن لما تمسك الفكرة وتقعد تحللها، بتحولها من سحابة صغيرة لعاصفة كبيرة. تاني حاجة، العقل محتاج راحة زي الجسم، لما جسمك يتعب بتنام، لكن لما عقلك يتعب، كتير من الناس يسيبوه يفكر أكتر، وده زي حد تعبان وبدل ما يرتاح يفضل يجري. تالت حاجة لازم تفهمها، الهدوء مش معناه إن الأفكار اختفت، الهدوء معناه إنك ما بقتش تحاربها. لما الفكرة تيجي، اسأل نفسك سؤال بسيط، هل الفكرة دي ليها حل؟ لو ليها حل، اشتغل عليه خطوة خطوة، ولو ملهاش حل، يبقى التفكير فيها مش هيغير حاجة. وأحياناً أفضل حاجة تعملها مع فكرة مزعجة إنك تسيبها تعدي، زي ما بتسيب عربية تمشي في الشارع. مش لازم تركب كل عربية تعدي، الأفكار كده برضو. ومع الوقت هتكتشف حاجة غريبة، كل ما بقيت أهدى، الأفكار نفسها بقت أهدى. كل ما بطلت تحارب عقلك، عقلك بطل يحاربك. وفي لحظة هتفهم الحقيقة اللي ناس كتير بتاخد سنين علشان تفهمها، دماغك مش عدوك، دماغك بس محتاجة حد يقودها. ولما تتعلم تمسك عجلة القيادة، هتلاقي الطريق اللي كان شكله معقد بقى واضح. فلو دماغك بتفكر زيادة، ما تخافش، انت مش مكسور، انت بس محتاج ترتب الضوضاء اللي جواك. ولما تعمل كده، هتسمع صوت هادي